عسلامة ومرحبا بكم، ان شاء الله تكونوا بخير يا ربي. رجعت لكم فيديو جديد. اليوم باش نعملوا مع بعضنا نواسر تونسية بالدجاج. يلا تابعوني للاخر باش تعرفوا شنو الاسرار اللي فيها وكيفاش حضرنيها. دونك باش نبداو بالمكونات. باش نستحقوا خذيت زوز افخاذ دجاج، غسلتهم بالكدا وقصيتهم بالطبيعه كما تشوفوا. خذيت هوني بالنسبه للخضره، خذيت زوز سفناريا، كعب بطاطا، قرن فلفل، نجموا تستعملوا اكثر، 4 ورق رند. قصيت الثوم كيف راس ثوم قصيته. عندي هوني حمص ديجا نفخته من البارح. نواسر بالطبيعة، تنجموا تستعملوا ديري، تنجموا تستعملوا باكوات. بالنسبة للفحات عنا تيبل، كركم، ملح، فلفل كحل. وبالنسبة للهريسة العربي وطماطم كونسونطري، وبالطبيعة ما ننساوش الزيت. يلا باش نوريكم كيفاش نبداو نحضروا. اول حاجة النواسر. دونك هوني خديت كمية النواسر، طل النواسر، خديت شجر الباكو، نصب عليها زيت وناخو مغرفة كركم ونخلطها ونخليها ترتاح على جنب. نخلطها بالكدا بالطبيعة. توا خذيت الكسكيس متاعي، حطيت فيه ماء يغلي، دونك باش نصب النواسر الكسكيس ونخليها تفور. نحضر توا الصوص متاعها. الجرة متاعي حطيت فيها كمية متاع زيت. توا باش نحط اول حاجة قرن الفلفل يتقلالي. توا باش ناخد الدجاج متاعي ونفور. ناخد الدجاج متاعي شرحته شويه باش يدخل فيه الفاء. ناخد كميه الثوم اللي قصيتها قطع صغيره. نحط غرفه ملح. ناخد مغرفه كركم، مغرفه تابل، شجر مغرفه هريسه عربي. هوني نجمو نعوضو الهريسه عربي بالفلفل احمر، الفلفل الزينه. دونك توا شنو باش نعمل؟ هوني نحيت قرن الفلفل اللي قليته وباش نحط فيه الدجاج واللفاحات نتاعو باك الزيت هذاك. خليه يتقلي شويه. توا نحضر الطماطم. بعد ما يتقلي بالطبيعه شويه نكمل عليه هوني تقليلي الدجاجة شوية. خذيت 4 طماطم، غرف طماطم كونسونطري مليانين، وحليتهم في شوية ماء. خاطر هوني الدجاج ماهوش كيما اللحم نجمو معناتها نفوقوه ديريكت هو والطماطم والهريسة والفاحات الاخرى. الدجاج لا، الدجاج نخليه يتقلى شوية ومن بعد نزيدو عليه الطماطم. هوني نخلطوها شوية ونخليو الطماطم بالطبيعة تقلى شوية في الزيت. هوني الطماطم متاعي تقلت، دونك باش نزيد الحمص ونزيد وريقات الرند والسفناريا تاعي والبطاطا. بسم الله بسم الله. ونمرقها ونخليها تطيب. بالطبيعة ما ننساش باش نحرك النواسر اللي تفور. وهوني الصوص متاعي طابت، دونك باش نصب لها شوية زيت زيتونة. نقصلها في النار، خليها 5 دقايق.
توا باش نبدا نسقي في المعصر نتاعي. باش ناخذ الصوص، بالطبيعه ناخذ البارتي الاولانيه اللي فيها الزيت. بسم الله بسم الله. خلطها. نغطي عليها ونزيد شويه ونعاود نفس العمليه. وهوني النواصر متاعي حضرت، شوفوا بسم الله ما شاء الله. دونك اخترت اني نفرغها هوني ونحطها في الفور تتجمر مدة 5 دقائق. يلا انتم ما تحبوا تجمروها، تحبوا تاكلوها بالطريقه هذه. شوفوا بسم الله ما شاء الله كل كعبه وحدها، دونك ما تستحقش. اما انا نحب ناكلها مجمره الحق. نجموا زيادة تجمروها فوق الليزر، مش بالضرورة في الفور. وهوني بسم الله ما شاء الله النواصب نتاعي خرجتها فاوحة، ريحتها ما شاء الله. باش قررت باش نقدمها لكم في حاجة تراديسيونيل تونسية. يلا بسم الله بسم الله. شوفوا بسم الله ما شاء الله كل كعبة وحدها. وهني كملت حطيتها. طبعا كم نحط الدجاج اول حاجة. بسم الله بسم الله. قطعات الدجاج اللي استعملتهم الكل. باش نحط الحمص. ونكملوا قرين الفلفل. بسم الله. شوفوا بسم الله ما شاء الله. توا معاها هي حضرت سليطة خضراء، خذيت كعبة بصل، قصيتها قطع صغيرة وطماطم وجيتشو. دونك ما نجمش نعمل النواصر من غير ما نعمل عليها سليطة وطن. روحتها بالطبيعة بالملح وشوية في الفاكهة. هوني فطورنا حضر. ان شاء الله تكون دبرت اليوم عجبتكم، وان شاء الله تجربوها وتحطوا لي رايكم في كومنتير، وما تنساوش الابوني. يلا بسلامه.